كابتن مصطفى شعلة، الف مبروك السنة. الله يخليك، متشكرين جدا ومبروك للناس كلها يعني وللشركه ومجموعه منصور كلها. ودي باكوره الانتاج يعني، ده دليل على ان في التزام، الناس كلها ملتزمه والالتزام بيجيب نجاح. وطبعا دي من الحاجات القيمه جدا انك تلعب من اول سنه، تصعد من اول سنه، دي حاجه كويسه جدا جدا. شايف ان الخطوة اللي جاية هتبقى اصعب بكتير من الخطوة دي؟ مفيش حاجة اسمها صعب، طول ما انت بتبدأ بتنظيم وبشغل وإخلاص مفيش حاجة صعبة خالص. ودي البداية وإن شاء الله يعني. ما دام حطيت يعني، ما دام عرفت الألف يبقى الب هيبقى أسهل والجيم بعد منه كده يعني بالتدريب. هو كده خلاص رسمي الفريق صعد. تقريبا. نتكلموا في النقطة الثانية اللي هو ان النادي ان شاء الله الدرجة الرابعة السنة الجاية، اللعيبة هتبقى نفس المستوى اللعيبة دي ولا في إضافات جديدة؟ لا، هو طبعا النادي حاجة تانية خالص. طبعا المجموعة دي مجموعة كويسة وأعمارها السنية كويسة جدا. الفرقة دايما في النادي ما بتبقاش زي الشركة ممكن 15 16 11 12 نفر ممكن، لكن النادي لازم يكون على الأقل 25 عشان في إصابات وفي إنذارات ودوري طويل. لكن هنا بالنسبة للشركة كان الدوري قصير، لكن الدوري بالنسبة للمجموعة بقى بالنسبة للدرجة الرابعة هيبقى أطول شوية وأعنف. لا الحقيقة إن شاء الله أنا متفق مع الناس اللي مسؤولين، هيبقى تدعيم كتير يعني إن شاء الله. ان شاء الله بقول لحضرتك الف مبروك، وان شاء الله نلتقي معاك في لقاء. ألف مبروك للجميع ومبروك للقيادات اللي في الشركة كلها، وإن شاء الله من مصر لمصر إن شاء الله. ان شاء الله، شكرا. شكرا.